من الأفضل عند الله، الذكر أم الأنثى؟ الجواب في قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. غالب الناس يفهم هذا التعبير القرآني على أنه تفضيل للذكر على الأنثى، لكن إذا تدبرنا الآية جيدا سنجد أن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى هي جملة اعتراضية من كلام الله عز وجل. قد قالت امرأة عمران عكس ما نذرت وما كانت ترجوه عندما ولدتها أنثى: رب إني وضعتها أنثى، فكأنها تريد أن تظهر التحسر لأن غايتها من النذر لم تتحقق. فقال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي أردت كالأنثى التي رزقت، أي لا تظني أن الذكر الذي كنت تتمنين سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى، وأن هذه الأنثى سيكون لها شأن عظيم. ويقوي هذا الفهم معلومة في علم البلاغة مفادها أن المشبه أدنى من المشبه به، وكاف التشبيه هنا لحقت بالأنثى فهي المشبه به وهي الأعلى. وهنا لمحة لطيفة تنهي جدلا لا نهائيا حول المفاضلة عموما وفي هذه الآية خصوصا. امرأة عمران أرادت ذكرا لأنها نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، ولم يكن يخدمه في زمنها إلا ذكر، فلما وضعتها أنثى قالت ما قالت، لكن الله أخبرها أن الأنثى التي وضعت كانت أفضل من الذكر الذي أرادت، لأن الذكر كان سيخدم بيت المقدس فقط. أما مريم عليها السلام فأرادها الله أن تخدم عقيدة ويجعلها وابنها آية للعالمين، فكانت أفضل من الذكر للوظيفة التي أرادها الله لها، ولذلك لا محل للمفاضلة عموما، فالذكر أفضل من الأنثى فيما خلق له، وهي أفضل منه فيما خلقت له، فليست الأنثى أفضل منه في تحمل مشاق الشغل خارج البيت واستمرار الكد والسعي لتحصيل رمق العيش وأعمال البناء والقتال وغير ذلك، ليس الذكر أفضل منها في تحمل تعب الحمل وسهر التربية وتفاصيل العناية بالأطفال، فكل أفضل من ناحية يتميز بها. وفي هذا التفاضل والتفاوت حكمة بالغة أرادها الخلاق العليم، حتى إذا اجتمع زوجين تكاملا. أما ميزان التفاضل عند الله فإنه التقوى، فلا تنفع معها الذكر ذكورته ولا تبخس فيها المرأة أنوثتها. لكل امرأة تظن أن رياح الغرب فكت قيود حريتها، اسمعي لما قاله فلاسفتهم ورجالات دينهم وغيرهم. أعتذر عما ستسمعينه ولكن طفح الكيل ووجب القول. سايغموند فرويد يقول: المرأة لا تصلح إلا لإشباع رغبات الرجل. القديس توما لاكوين يقول: المرأة هي خطأ من الطبيعة تولد في حالة سيئة. القديس يوحنا الدمشقي يقول: المرأة حيوان عنيد. شوبنهاور يقول: النساء حيوان طويل الشعر قصير الفكر. وكان اليهود يطردون المرأة من بيتها في وقت حيضها، فتمضي أيام حيضها في زريبة الماشية. من أدعية الرجل اليهودي: أحمدك يا رب أنك لم تخلقني امرأة. أما ما يقوله الإسلام في المرأة قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: النساء شقائق الرجال، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهناك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تحتفي بالمرأة وتحفظ كرامتها وقدرها. ثم تخرج علينا نخبة عفنة يقولون أن الإسلام ظلم المرأة والغرب حررها. الحمد لله على نعمة الإسلام. لذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء، فاهمين يعني انهم ايه سيطرون؟ لا، ده قوامون يعني قائمون بكل امورهم، اكننا لو فهمنا الان انهم خدامين عندهم، مش مسيطرين.